تزداد معاناة الأندية الجماهيرية يوما تلو الآخر. لم يعد تاريخ أو نجوم ومحبي النادي هم العامل الذي يحافظ على وجوده وبقائه. نادي المنيا الرياضي هو أحد هذه الأندية، فقد كان البعبع لأندية القمة، وخرج من بين جدرانه العديد من النجوم الذين قادوا ومثلوا المنتخبات القومية والأندية الكبرى. المنيا اللي كانت بعبع الفرق الكبيره الاهلي والزمالك والاسماعيلي، وكانش لما يجي الاهلي والزمالك ويطلع بنقطه من المنيا بيبقى حاجه غريبه جدا. الدوري عشان الناس تفرح، بنرجع الدوري عشان الناس تبتدي تروح تتابع عوده الحياه. انت بتموتها لي في محافظه، انت ما بتموتش كره القدم بس، انت بتموت مواطنين، بتموت شباب. بدل ما هيبقى عندي 74 جثه هيبقى عندي ملايين الجثث لو انا لغيت النشاط الرياضي. جدا. هو دوري الدرجه الاولى او القسم الثاني صدرت منه اي مشكله السنه دي؟ ما صدرتش منه اي مشكله. المشكله كانت في الدوري الممتاز، كان بيبقى فيه مباراه بدون جمهور والجمهور يقتحم الملعب، ما كانش فيه اجراءات. كان بيبقى فيه رمي طوب واشتمال للحكام، ما كانش بيبقى فيه اجراءات. انما دوري الدرجه الثانيه ما حصلتش فيه مشكله، وهو الدوري الوحيد اللي اتضر. احنا بنقول للمسؤولين الدوري الوحيد اللي اتضر اللي فيه حدود 12 مجموعه على مستوى الجمهوريه كونوا يتضرر بالشكل ده، فدي طبعا ظلم كبير. يجب ان يتراجعوا وسريعا عن ان دوري الدرجه الاولى او القسم الثاني يتوقف. احنا مش عارفين الاتحاد الكره ده ايه اللي بيحصل، ان هم بياخدوا قرارات في الاجتماع عمرهم ما جابوا سيره الدوري الممتاز به ولا جابوا بيتكلموا على الممتاز الف، مع ان المشاكل اللي حصلت في بورسعيد من شهر فبراير حصلت كان في الدوري الممتاز به هو اللي متضرر. جميع الفرق وجميع اللاعبين وجميع العمال وجميع المستويات اللي هي بتخدم كرة القدم كلها ضررت من القرارات. وانا نفسي اعرف بس حاجه واحده بس، اتحاد الكوره ايه القرار اللي خده في الممتاز به؟ عمل ايه الممتاز به؟ دي حاجه كلها ضرت الناس كلها. اللي بتقام عليه مباريات الدوري القسم الثاني والثالث في محافظة المنيا، ويمكن نادي المنيا أبرز الفرق اللي بيلعب على استاد المنيا الرياضي. استاد المنيا الرياضي يمكن من أكبر الاستادات اللي موجودة في كملعب من ملاعب الصعيد. في القسم الثاني وفي المباريات اللي بتقام على هذا الملعب ما بيتعداش الجماهير 500 ألف 2000. وناحية التأمينية ما كانتش بتحتاج أكتر من أمين شرطة، ضابط، كام عسكري، وده اللي كان بيحصل في خلال مباريات القسم الثاني والثالث. النادي المنيا عشان امكانياته قليله فاضطر يتعاقد مع مجموعه لعيبه مميزه لمده سنه واحده وبمبالغ اقصى ما يمكن، مش مبالغ كبيره لكن اقصى ما يمكن ان هو يدفعه النادي. لكن النقطه الرئيسيه ان هو تعاقد مع مجموعه كبيره لمده موسم واحد، والموسم ده مش هيستفاد بيه النادي لان الموسم اتلغى خلاص. فمعنى ذلك ان اللعيبه من بعد قرار الاتحاد، اللعيبه اللي تعاقد معاهم النادي واعتقد يمكن 10 12 يعني في الحدود دي هم احرار دلوقتي خلاص. عشان تتعاقد معاهم لازم تدفع لهم من جديد. ده اذا طبعا احنا بعد المستوى اللي ظهرت بيه اللعيبه السنه اللي فاتت، اعتقد ان اللعيبه دي برضو اسعارها تتضاعف والنادي مش هيبقى يقدر يتعاقد معاها تاني. دي الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه ان النادي مطالب ان هو يدفع العقود كامله، لان الدوري اتلغى. المنيا هتدفع، المنيا زي كل الفرق هتدفع عقود اللعيبه كامله، وبحط تحت كامله ده 100 خط عشان في بعض الناس بيعتقدوا انه مش هيستكمل العقود. لا، اذا كانت المرتبات وقفت، المرتبات بتاعت اللعيبه وقفت بتاريخ قرار الغاء الدوري، فعقود اللاعبين اللي ماضي عليهم النادي وماضي عليهم اللاعبين كطرف ثاني موثقه في الاتحاد هتدفع كامله للعيبه. يبقى النادي هيدفع العقود كامله، والسنه الجايه هيبقى عنده 12 13 لاعب بحد ادنى مش موجودين معاه، اللي هم تم التعاقد معاهم لمده سنه. من اول فرد لاخر، حتى عمال غرفه الملابس، حتى الناس اللي بتخيط لمؤاخذه الاحذيه بره او بتخيط الكور بره، كل الناس يعني منظومه كامله النهارده مش عايز اتقاضى عليها. يعني اللي بيحصل كمان تاني النهارده تقول ياه النهارده اشوف مثلا قرار يقول لك هنعمل دوره تنشيطيه. طب لمين؟ للممتاز الف؟ الدوري الممتاز؟ طب وباقي الدرجات؟
هتروح ازاي؟ طب النهارده الاهلي المتضرر الوحيد اللي بيحصل مش الاهلي اللي حصل الموضوع ده يا جماعه، الاهلي في افريقيا مرتبات الجهاز بتاعه طالعه والمكافآت بتاع لعيبته طالعه الدنيا يعني الدنيا ما فيش مشكله. فانا النهارده فعلا عايز القرار يبقى على الكل سواسيه، يعني حتى الاهلي ينسحب من بطوله بقول لك الاهلي ينسحب من بطوله افريقيا والزمالك ينسحب من بطوله افريقيا، هو المنتخب عشان في مهمه قوميه والفرقه تاني اللي يعني المنتخب اللي هم اللي يكملوا عشان الاولمبياد، ده الصح. انما النهارده لو انت عايز تبدا بحاجه لازم تبدا بباقي الدرجات الموجوده، عايز النهارده الحياه ترجع ليها تاني. اولياء امور للاعيبه ولاعيبه في نادي المنيا الرياضي، عايز اعرف يعني اكيد انتوا عندكم طموح وعندكم اهداف كنتوا بتبتغوها من مشاركه ابنائكم في نادي المنيا وفي لعبهم في الرياضه، يعني عايز اعرف مدى تضرركم باللي حصل. تضررنا ان العيال طبعا قاعدين لا كوره ولا بتاع، وكنا هنا بنيجي نتفرج على العيال، وكانوا في اشتراكات، وفي العيال بتشارك هنا وبتشارك هنا. الوقت ما فيش كوره، حتى المدرب اللي بيدرب كده مجامله للعيال ومستخسر العيال طبعا. براعم طالع بسم الله ما شاء الله، لو سابهم في الشارع مش هيلعبوا كوره. فطبعا كل ده ضرر لينا وضرر لاولادنا ومش عارفين نعمل ايه. هل جاء اليوم على اكسبريس الصعيد لتتوقف حركته ويجمد نشاطه وتذبل ريحانة محبيه؟ كرم يسري وحسن